الله يقويك يا رب. شو قد ايه صار لك بهذا عالم الخدع والخدع البصرية وكذا؟ انا من 2013 في المجال ده. ما شاء بدات الله. قاعد اتعلم من على النت وكده، وبعد كده بدات بقى ايه. درست في الموضوع بجديه شويه، خصوصا فتره كورونا كنت باخد حلو. كورسات حلو. من بيتي، يعني عن طريق الايه الانترنت وكده يعني. ودلوقتي بقى بقيت كرييتور، بالف خدع حلو. وببيعها في مؤسسات وهكذا يعني. الله يقويك يا رب. يعني صار لك زمان انت بالموضوع. اه، من 2013 كان اصلا عندي قناه على اليوتيوب، بس طبعا كنت صغير فما اعرفش ان الموضوع يعني ممكن يجيب مشاهدات وناس ويبقى فيه زي جمهور. كنت لسه يعني 12 سنة 13 سنة، الموضوع كان ايه، كان غريب بالنسبة لي. ف بس القناة طبعا ضاعت، ودلوقتي بقى ايه، يعني بحاول ارجع كده. بحاول ارجع للسوشيال ميديا يعني. يعني انت كان عندك قناة وعندك يعني مشاهدات عالية، ولا انه لا يعني كنت ماشي حال وسط؟ لا، كان عندي قناة عليها حوالي 12 ألف سبسكرايبر، وكانت جايبة 2 مليون فيوز على حلو. توتال الفيديوز. يعني كان في فيديو منهم جايب مليون ونص. قناة اسمها ماجيك تريكس، صورتي كده وانا صغير وعامل فان بالكوتشينة وبتاع. ايام البدايات يعني. اه. ايوه. حلو. انت بس بالكوتشينة ولا عندك كذا كذا شغلة مثلا؟ انا اصلا مهتم اكتر بمجال المنتاليزم، مش موضوع الكوتشينة خالص. يعني انا حتى الكوتشينة ما بحبش استعمل السلايت اوف هاندز بقى ايه. والكارديستري والحركات اللي هي انا مش ضليع فيها خالص. انا بس بطلع في اللايف، الناس طبعا لما تيجي تسكرول وتشوف واحد مثلا بيعمل حركات غريبه تلاقيها داخله على طول في اللايف. فهو انا ما فيش حد، انت كده كده غصب عنك، انت لو قارئ افكار هتقعد تعمل إيه؟ هتقعد عامل كده، مفيش مم. حد هيدخل. فلازم حاجه بقى تشد الانتباه، كوتشينه ده ماسك حاجه، ده ماسك. فبس مظبوط. انما انا اصلا في الحقيقه مش بستعمل الكوتشينه كتير يعني، الا في شغل المنتاليزم وكده. تركيزك على قوة الخدعة أكثر من إنه والله حركات بركات، عرفت شلون؟ فأمان عليك. إيه إيه. انا دايما أنا. عندي يقين ان البرزنتيشن إيه. اللي انت بتقدمه بيمثل حوالي 70% مثلا من الخدعه كلها. مظبوط. برزنتيشن، تقديم صح، عرفت بقى تدخل الشخص اللي قدامك في المود بتاع الخدع، خلاص انت إيه. مش محتاج حاجه. ممكن خدعه يكون سرها طبعا بسيط انت اكيد جدا. ماجيشن وعارف دبل ليفت، بوم ينبهر بيها لمجرد ان انت اديتها صح، مش استهترت بالموضوع ويلا والسلام، يعني حركه والسلام وخلاص. هو دي نسبة الفكرة. نجاح الخدعة 50% الأسلوب، عرفت كيف؟ الله ينور عليك. انا عن نفسي امم. بشوف ان الاسلوب اكتر كمان من 50%. يعني تقريبا البرزنتيشن والبرفورمانس 70% من الخدعه كلها، 30% بقى الميثود اللي انت بتعمل بيها الخدعه، سواء بقى دبل ليفت سواء ايا كانت ايه هي. يعني مش هتكلم عشان في ناس هنا إيه إيه، فهمان في أسئلة. عليك. فهمت عليك. هلا شوف، هو بصراحة يعني هلا هو لازم أقل شيء يكون 50% الأسلوب بيلعب دور. لا يعني قد ما كانت اللعبة بسيطة، قد ما كانت بسيطة في ناس بتستهتر، ما بتتدرب، ما بتحكي، عرفت شلون؟ يعني أنا كثير مع الأسف الشديد بشوف على اليوتيوب وعلى كثير مواقع التواصل الاجتماعي، بشوف عالم عم تعمل خدع حرام يعني، وبتنكشف الخدع لانه اساسا الاسلوب كان ما حلو، وما يعني مو انه انا ما يعني مو موضوع غرور، مو موضوع انه هن ما بيستاهلوا يكونوا لاعبين بالظبط. خفه، بس يعني في تعديل، في غش، مو غش انه شلون بدي لك، تعديل واتفاق، وبيعطوا صوره ما حلوه عن عالم السحر والكوتشينه والخدع. بصراحه يعني هاي من وجهه نظري. صحيح صحيح، معاك حق. هاي الموضوع هذا على فكره، هي الموهبه من أصعب المواهب، لأنه مو مثل الموسيقى. الموسيقى خلص بتتعلم نوتات مثلا وبتعزف. ده لا، دايما الرسم، بتكلم فيه. ايه الرسم بتتعلم أساسيات وما بعرف شو ترسم. بس عالم السحر عالم يعني شو بدي أقول لك، بحر، عرفت كيف؟ وصعب. بالظبط. مو أي انا حدا دايما بيمسك كوتشينة بيعمل هيك خلاص صار مم. ساحر، لا أبدا مو هيك. محتاج مجهود وتدريب ووقت، عرفت؟ لأنه شيء بتضمن الخدع. شوف، بتضمن رياضيات، منطق، علم نفس، تفوت العقل اللاواعي، خدعة بصرية. هو يعني سبحان الله أنت بتنخدع، يعني أنت بتقول شو عن جد عالم مو طبيعي. سبحان الله، هيك انا الوضع. حتى دايما اقول لاي حد
في ناس كتير عندها مواهب زي مثلا الرسم، الغنى، مش عارف ايه. إيه. وفي ناس بيبقى عندها فضول ان انت الرسمة دي حلوة او صوتك حلو، بس دايما فنان الخداع البصري في حد ذاته الناس بتبقى بصله بصة دونا عن اي موهبة تانية انت بتعملها. بتلعب كورة كويس، بتغني كويس، بترسم كويس، انت بالنسبة لهم كائن غريب، بتقدم حاجة مش مألوفة على عقلي. انا الحاجات دي ما بشوفهاش من بني ادم عادي. الكورة عادي، في 100 مليون واحد بيلعب كورة. مش عارف الغنى، في 100 مليون واحد بيغني. فدايما بحس ان برضو الهواية دي عليها زي فضول اكتر. وتلاقي بقى مثلا انت ماشي في الشارع، لا طب اعمل لي خدعه واحده، طب مش عارف ايه، الاطفال في كل حته وهكذا. يعني انا اصلا انا في كليه صيدله، ووالدي برضو صيدلي وبشتغل في الصيدليه. كميه اطفال بيجوا لا اعمل لنا خدعه مش عارف ايه، وبيبقى في وقت الشغل والصيدليه مزحومه والناس بتموت لا اعمل لي خدعه. فالموضوع يعني فعلا زي ما انت لسه بتتكلم عنه يعني. شيء مخترق للعقل، يعني شيء اه ناقص بالظبط. الضبط. ايه، مثل قراءة العقول، تعرف الكرت وانت اساسا ما شفت الكروت مثلا، او بالظبط. الكوتشينه كلها متشقلبه ترجع تعمل لها. هذا شيء الطبيعي يعني ما بيتصدق للعقل. هو وين حلاوته؟ انك انت لما تشوف ردة فعل حقيقية من تعبك، عندك الادرينالين بيرتفع وبتحس حالك عن جد عم تأدي شيء حلو، يعني مو انه بس مجرد اتفاق وكذا. يعني هلا اغلب المشاهير مع الاسف الشديد على اليوتيوب، بعض منهم العرب، اغلبيتهم بيكونوا متفقين، وهذا الشيء بصراحة انا بيزعجني لما بشوفه، يعني سواء بمصر او دولة تانية ودول تانية، حتى اجانب. يعني لما تكون ما بقى، يعني الموضوع صار ماركتينج، يعني تشهير على شيء مو حقيقي. عرفت؟ ومع الاسف العالم تصدق، يعني ورا الشاشة خلاص ايه تمام، يعني انه ما في اتفاق، ما في دفع مصاري، ما في شيء. بينما تعمل شيء حقيقي بتحس بمتعة، بلذة حقيقية يعني، وما يكون ما في دي اتفاق حقيقة، بينهم. آه. معاك حق فعلا. بالضبط. بدك مين يفهم الحكي يا محمد؟ يعني مو حدا بيستوعب الفكرة انه ايه والله وكذا. يعني في عالم لا لا الشهرة الموضوع ما صعب. بتستاهل. ايه، امم في عالم انشهرت ما بتستاهل، يعني انه بالشهرة حقيقة بصراحة. والله معاك. انا يعني مثلا مش عايز اقول اسماء، بس حتى الناس، في ناس كتير مشهورة تطلع تجهل الناس باللي هي بتعمله. يعني ايه مثلا؟ يقول لك كل خفة يد مثلا، وهو الخدعة مثلا ليها علاقة بقراية الافكار مثلا. فانت فين خفة اليد في الافكار؟ انت بتجهل الناس، مش بتقول له مثلا ان دي والله معتمدة على علم نفس، لغة جسد، على لا، انت بتقول له كله خفة يد، كله خفة يد. طب ليه بتضحك عليه يعني؟ فاهم قصدي؟ او ليه مثلا تقول له السر في السلسلة دي، ولا السر في الطاقية، ولا بتفه الموضوع، بتفه الموضوع. اه بالظبط. وبيبقى بقى الموضوع اللي هو ايه، خلاص الناس بتستهتر بيه يعني، ويحسوا انه في كذب في الحوار يعني. وانا طبعا ضد كل الاقاويل دي اللي بتتقال. فكرة في نقطة تانية كتير مهمة، في عالم بتعلم خدع. مو غلط انك تتعلم الخدع، بس في عالم بتعلم الخدع. انا من وجهة نظري اذا واحد بده يصير ساحر او لاعب خفة بالبدايات، طبعا احنا يعني بالبدايات بنكون مالك عرفان وين بدك توقف، وين بدك تشتغل، مالك عرفان منين بدك تبلش. امم انا يعني انا نزلت عندي على القناة، ومرة كمان انا عم قلب عندي، يعني عندي بالتيك توك، عم شفتك انه عم تحكي نصائح للاعب الخفة. وانا كمان مرة كمان نزلت فيديو كنت عم احكي فيه نصائح انه اللي بده يتعلم او بده يفوت هذا العالم لازم يتعلم انه الشخص الصح مو الشخص الغلط. في فرق لما انا اعلمك الخدعة، يكون هو اساسا ساحر او لاعب خفة، او واحد شاف خدعة وكشف، او شاف حدا انه كشف الخدعة ويجي يقول لك ايه هذا هو السر. في فرق بيناتهم هيك. بالظبط. في طبعا ناس كتير توري لك فيديو لفنان خداع بصري بيعمل خدعة ويقول لك السر واحد اتنين تلاتة. ايه. وفي بقى اللي بيديك ازاي تعملها، ازاي تعملها مثلا على المسرح، ازاي تعملها في الشارع، ازاي تتفادى الاخطاء، ايه اللي ما تعملوش، تعمل ايه قبل الخدعة، تتدرب عليها ازاي، وهكذا. هو ده الشرح المفصل، هو ده اللي المفروض الشخص ياخده. بس طبعا لازم الحاجة اللي انت هتشرحها دي، لو هتشرح خدعة، يا اما تكون مستأذن صاحب الخدعة، يا اما تكون خدعة اوبن سورس. يعني انا برضو مش صح ان انا اتعلم خدعة اكون دافع فيها فلوس واطلع اكشفها للناس. ما كده صاحب الخدعة نفسها انا بحرقها عليه بمعنى اصح، يعني حرام. فدي برضو نقطة مهمة. بتحرق عليه انت، يعني انت تعلمت، دفعت، انت صرت كمان يعني مثل انه شبه معلم عم تعلم،
عندك جهد، عندك تعب، عندك تدريب، اكيد ما رح تيجي تعمل الشيء ببلاش. يعني مثل البياع اللي ببيع عنده محل ولا والله عرفت. ما هو ده شغله، هو ده ايه، شغله. هي شغله، وهو هذا انسان موهوب، لازم تقدر هذا الشيء. بس مو اي حدا بيقدر هذا الموضوع يا محمد، مع اه الاسف. فعلا، حقيقة. مو كده. حقيقة. وبرضه الناس للأسف يعني بالذات في المجال ده كله بيبص لبعضه، اللي هو نظرة ايه ده احسن مني، فلا انا مش عارف غرور. ايه. فاهم انت؟ تحس ان مفيش يعني كوميونيتي كده في الوطن العربي للمجال ده، عكس بره مصر. بره مصر لا، في تعاون وفي كله عارفين بعض وكلهم صحاب. هنا نادرا نادرا، ايه تقريبا مفيش خالص الموضوع ده هنا. في غرور، في غرور، اه وانه والله هذا احسن، ولا بدي اخرب عليه، هو يكشف خدع اه يعني يكشف خدعه. هذا جو الهبل يعني. بينما الاجانب من اقوى واحد لاصغر واحد عادي متواضع، انسان مثله، يعني مثلك مثله، موهوب. ما في يعني ما في شيء مميز، غير انه انتوا اثنين بنفس يعني الله خلى عندكم الشغف هو واحد، او الموهبه. ممكن هذا يكون متدرب اكثر، هذا صار له زمان اكثر، قديم جديد هيك. ما في غرور، ما في انه والله انا اكبر منك، هيك شيء. صحيح. هات لشوف إن شلون يعني كانت بداياتك من غير ما انت توضح الامور. يعني شلون بعدين دلت للطريق الصح. يعني شلون مثلا كنت انت فايت بشكل عشوائي، بعدين دخلت بطريق صح من هذا الطريق. انا في البداية امم آه، في 2013 كان خالي جايب زي دي في دي عليه ساحر بيطلع الأربعة ايسز من الكوتشينة، يحطهم يعمل كده يطلعوا أول أربع كروت والكلام ده. فابن خالي شاف الخدعة دي، تمام اللي هو تمام، ما اتبهرتش قوي يعني، ما حسش الموضوع. انا لا، لما شفت الموضوع ده ايه ده، ازاي الموضوع ده بيحصل ازاي؟ وطبعا كان الدي في دي بيجي الخدعه ومعاها الشرح، فطبعا شرح الخدعه انا انبهرت اكتر لما شرح الخدعه، اتعلمتها عملتها لاهلي في البيت ازاي مش عارف ايه. بعد كده كان في قناه اسمها ام بي سي 3 على التلفزيون، كانت بتجيب برنامج اسمه تريكي تي في. انا كنت من عشاق البرنامج ده. كنت بخلص المدرسة أيام الطفولة بقى، أخلص المدرسة أخلص واجباتي، وبالليل الساعة 8 9 البرنامج ده بيجي يشرح خدعة بالكور، يقولك إزاي فنان الخداع البصري بيغش في الكور، مش عارف بيعمل إيه وهكذا. أنا كنت بنبهر جامد، أروح المدرسة تاني يوم لأصحابي للمدرسين بتوعي، أي حد ماشي في المدرسة كنت أعمل له الخدع. طول ما أنا بشوف رياكشنات كان ده بيزود شغفي أكتر ايه. اه كان بيزود شغفي اكتر. بدات بقى اتعلم من كذا مجال، كان في على فكره ناس عرب بيعلموا خدع على اليوتيوب وهكذا. كنت بشوف مصادر من هنا ومن هنا، تنوع. قنوات اجنبيه. كان في برضه قناه انا كنت بشوف منها خدع، كان اسمها مس ماج. كان في يعني ايه. زي مصادر، بس برضه مش المصادر اللي هي تقول لك والله اعمل كذا 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 كذا. وبرضه يعني اللي هو ايه، انك تلاقي حد يقول لك اعمل واحد اتنين تلاتة اربعة في الماجيك ده لحد دلوقتي مش موجود. ما في تعليمي بضمير على اليوتيوب، ما في. عرفت كيف؟ بالظبط. والموضوع بيبقى برضو تراكمي، انت عشان تكتسب خبرات في المجال ده مش هتلاقي الكورس اللي يقول لك واحد اتنين تلاتة اربعة، لا هتلاقي انت درست واحد اتنين تلاتة اربعة، عقلك بيبدأ بقى يفنط كل التجارب اللي انت مريت بيها، سواء بقى اتعلمت، سواء نزلت عملت اللي انت اتعلمته ده للناس، سواء الخدعة فشلت نجحت وهكذا، عملتها لشخص كبير لشخص صغير. طول ما انت بتكتسب خبرات عقلك في الموضوع ده يعني بيكبر. فدي برضو كانت نقطة مهمة. آه بعد كده تواصلت مع شخص وده من يعني لولا انا ما كانش برضو زماني وصلت للي انا فيه ده دلوقتي. اسمه مصطفى برجاوي. اتكلمت معاه وقال لي يعني مش كل حاجة بتتعمل بالطريقة دي ومش عارف ايه، وان المفروض الدراسة الصح هي مثلا الكتب، تشتري كتب، تدعم الكرييتور صاحب الكتاب، تشتري كتابه. لان في ناس مثلا الكتاب بيبقى عامل $50، في ناس بتشتري الكتاب تعمله PDF وتلاقيها بتبيعه ب$2 و$3، فدي سرقة يعني. فانا حتى دلوقتي بقيت احس الموضوع، لان الموضوع ده بيتعمل معايا انا في خدع بتاعتي ومسجلة باسمي بنزلها، وفي ناس بتشتريها، الخدعة بتبقى مثلا ب$15 بيشتروها ويبيعوها $1. فانا بحس اللي هو انا فعلا الموضوع ده زمان انا كنت بشوفه وبسمعه، دلوقتي انا بقيت عايشه. عايش فاهم قصدي؟ الجو. هو بقى كانت البداية او مش البداية، قبل موضوع مصطفى برجاوي انا كان برضو ايه، في زي كتب كده بشوفها، بس كانت كتب اللي هو ايه كاردو كوليج ورويال روت وكارد ماجيك والحاجات دي.
مم. طبعا بقى بدأت أعرف مصادر أكتر. في زي محاضرات بتتعمل على زوم كنت بدخلها، جروبات وهكذا. الموضوع بقى بدأ إيه معايا كده لحد ما وصلت بقى لمرحلة الكرييشن، يعني إن أنا بقيت بألف أفكار أصلية باسمي وأبيعها على مؤسسات الماجيك يعني. ده تقريبا كل الموضوع يعني. ممتاز. هلا هو شوف، في مقولة قال بتقول هلا هو واحد انه يعرف يتقن خدعة احسن ما يكون بيعرف 100 خدعة. انا من وجهة نظري. مع الاسف كتير يعني في كتير لاعبين خفة بالبدايات لما يفوتوا بده يعرف سر هي وسر هي وسر، يعني بصير شو لك ضايع، واغلب الاحيان بينسى السر، او بعدين بينسى شلون تنعمل الخدعة. وانا يعني من وجهة نظري بعد مثلا عدد فترة وهيك، يعني شو بدي لك، في جملة بتقول لا تعطيني سمكا، اعطيني صنارة وعلمني كيف اصطاد. يعني انت لما تتعلم اساسيات الموضوع هذا الفن صراحة، بتصير انت بعدين بيخترع على بالك افكار، بيخترع على بالك تدمج هي اللعبة مع هي اللعبة، بيطلع عندك فكرة جديدة بتطور من اللعبة، عرفت؟ بس يعني يعمل لك عالم بحر، يعني عالم بحر. انا بصراحة اول ما بداياتي كنت يعني بشكل عشوائي، بس بعدين صرت قلت لا بدي اتعلم الاساسيات، فيعني اشتريت كذا كتاب. بس يعني بالنسبة لي انا مثلا عندي من السحرة المفضلين اللي هن القدامى بصراحة اكتر شيء. منهم عندك روبرتو، إد مارلو، داي فيرنون، هدول القدامى، عارف شلون؟ وبحب كمان مو بس من ناحية الكوتشينة، بحب هوديني جدا، يعني انت قارئ حاطط عنه ديني. كتير كتير مو يأس. هداك يعني عالم تاني بصراحة، مو بعيد عن الشدة، بس يعني بفتحك على شغلات يعني رهيبة اه رهيبة. بالظبط. يا زلمة يعني شو بدي لك، قلت خلص بدي اجيب، يعني انا مو موضوع بس فيديوهات وهيك، الفيديو لما تتعلم انت عليه حلو سهل وبسيط، وانه خلص قدامك وكل شيء من جميع الزوايا. بس لما تجيب الكتاب آه. بالتفصيل الممل، بتحس حالك ابدا يعني كأنه الزلمة قاعد معك عم يحكي لك كل شيء. صح صعب، ممكن تفهم احيانا بعض الافكار، او تفهم مثلا بعض النظريات اللي ممكن يحكيها، بس مع الوقت خلص بتصير انت تفهم. اذا كنت واحد عم يقرأ كتاب معين بصير بيفهم. وفي كتير كتب، يعني في سلسلة كتب مثلا عندك غير الكارد كوليج، في شي 12 كتاب، سلسلة 12 كتاب هذول لواحد من صديقه. تربل. شلون؟ تربل قصدك؟ في بالضبط، كتب هذا تربل فيه كل شيء، هذا كل شيء. بالظبط. هذا اه. هذا اللي بده ينوع، بده يفوت بكل شيء، مم. يفوت على صح. هذا العالم. عرفت شلون؟ بس في كمان نصايح، انه في نصايح شو اسمه، ساحر اسمه روبرتو هوديني، مو روبرتو، روبرت بلا روبرت هودان. روبرت هودان هو هذا فرنسي اساسا يعني. اه روبرت رودن بالضبط، هذا الساحر يعني في له نصائح، في له يعني مو موضوع بس انه شده وخدعه وما بعرف شو، في كلامات بحكي انه لازم العين تتدرب، والايد واللسان. عرفت شلون؟ هي كتير مهمه، هي شغلات كتير مهمه. ما اي حدا يعني انه خلاص بيعرضوا لك الخدعه على اليوتيوب بس انه جيب مشاهدات شويه لايكات، والطريقه ممكن اغلب الاحيان تكون غلط. وفي ناس ما بتصدق، بتشوف الخدعة عرفت السر مباشرة عن اللعب، لك ما بتقعد قدام مراية دقيقة يا زلمة، دغري بدها تعمل خدعة، وبيروح بيعمل خدعة بتكون هي صعب تنكشف بأسلوبه، الشخص اللي قدامه مش بيعرف هت- شو عم بيساوي. انتهى الموضوع خلاص، مع السلامة. معك حق والله، معك حق. يعني على الأسف هذا الشيء كتير لاحظته، يعني على لا، واللي بيضحك أكتر شفت سحرة يعني لاعبين خفة لنقول، ما عندهم هذاك المستوى القوي والعالي، بينزلوا يعني بيطلعوا لي بالصدفة على مواقع التواصل الاجتماعي، بيكون عم يعمل خدعة وانا بعرف سرها، بس طبعا ما راح انه مو من النوع انا اللي بكتب ايه بعرف السر، لا، بشوف الخدعة. اه احيانا انا بنخدع من زمايلي، مثلا واحد عم يلعب خفة كذا ساحر، لانه اسلوبه قوي جدا، او عمل طريقة ما خطرت على بالي، عرفت كيف؟ فبنبهر انه بقول له يعني بحييك، عرفت كيف؟ ما عندي انه تكبر او غرور من الحكي هذا. بس مرة لا لا شفت لا عم قلب بالعكس. هيك بالفيديوهات، عم طلع لي واحد عم يلعب خدعة، لا اسلوب
لا الخدعة خدعة. واخر شيء هو عم يقول الخدعة هي الخدعة انا اخترعتها وبتمنى تكون عجبتكم. انا فتحت عيوني هيك قلت يا لطيف. وانا من شي شهر قرأت يعني قلت لحالي هلا يعني كنت بيكتب له الساحر اذا بيكون عايش هلا ليه يعني شو بدي احكي لك يعني واحد عمل خدعة صار له ميت 200 سنة ولا 100 سنة 150 سنة، انت جاي هلا بعد ما تعلمتها مدري من مين تقول انا اخترعتها وانا مدري شو. يعني زي ما تكون كذب. خليك اوكي انت مخادع بتخدع عندك خدع لاعب خفة ساحر، بس خليك يعني صادق، لا تكذب لا تكذب على العالم. انا اخترعت ليه يعني خلاص في عالم وصلت لمرحلة الجنون خيو، خلاص صار ساحر صار بيقرأ افكار صار بيقول لك هي انا اخترعتها، هي انا ما بعرف شو انا حاعمل كتاب. لا شو هالمسخره هي يعني ليش عم تطلع عم تشوه صورتنا نحن كلاعبين خفه انه نحن بنكذب وكذا. هلا في غيره العالم ما راح يصدقوا، انت انا حنكشفه بس غيره ما حيصدق. هقول يا لطيف هذا شغله كبيره. عرفت كيف؟ انه هو اخترع وهيك. والساحر يمكن صار له 150 سنه ميت عليه حلال لازم يطلع ليقول الله يلعن هديك الساعة اللي فكرت فيها تكون ساحر وعمل كتاب عشان تتعلمه بعدين وبيع الكتب. هيك ليك عمل لك مسخرة عليه حلال. سؤال الفضول يعني هذا سؤال الفضول. شو أكتر الخدع اللي شو أكتر يعني مثلا أكتر خدعتين ثلاثة بتحب أنت تعمله يعني بتنبسط أكتر شيء، أو خدعة مثلا وحدة مثلا؟ انا في مثلا روتين هو كويس ما فيش ناس كتير في اللايف عشان ايه اعرفها اقول يعني. في روتين دايما انا بحب ابدا بيه. انا عامه بحب ابدا بالحاجات اللي ليها علاقه بالارقام، بتبقى سهله كده وبسيطه للناس يعني. كذا شخص إيه مثلا واحد يختار رقم وكمان واحد يختار رقم ونجمع كل الارقام دي. حلو. ومثلا انا اطلب من شخص يفكر في ممثل مثلا يعني. حلو. بعد ما بنطلع الناتج على الآلة الحاسبة ونفترض ان الرقم ده طلع مثلا 1 0 5 7 8 مش عارف ايه، انا بيكون معايا توقع في نفس الناتج. مش بس كده، الشخصية المشهورة اللي الشخص فكر فيها ونفترض مثلا توم كروز، تقلب الارقام تلاقيها بالمعكوس توم كروز. فاهم قصدي؟ فهمت عليك. هون الصدمة يعني كان فينه يفكر بأي حدا طبعا. الناس فكرت او مثلا انا بحب دايما ابدا اقول له ايه، فكر مثلا في اسم ممثل، فكرت في توم كروز هنرجع له بعدين، وابدا اتوه الموضوع بحيث ان كل الناس اللي قاعده تنسى. ندخل بقى في موضوع الآلة الحاسبة نتكلم فيه كتير بحيث ان الناس تنسى اكتر موضوع توم كروز ده. وبعد ما كلهم يرياكتوا على الرقم ورياكشنات ومش عارف ايه وازاي عارف الرقم توقع الرقم، اقول لهم مش بس كده، ده كمان لو قلبنا الرقم هنلاقي توم كروز. فبتبقى بقى الصدمة اكتر، تلاقي ناس قلعت هدوم. وكان ممكن يفكروا بأي رقم، كان ممكن يفكروا بأي مشهور. عنده الحق. أحلى شيء بالخدع إنه عنده هي شو بدي لك إنه هو بفكر حاله حر. بس هو لا، هو يعني وين ما راح كل الطرق تؤدي إلى روما. لذة الخدع بقى. أيوة هم اللذة بالضبط. في عندك الخدع اللي ما بتشوف الوراق، مثلا بايدك مثلا تحت الطاوله انك تعرف كرت، او مثلا هو خلط الكروت. هي الخدع كمان حلوه. او مثلا في منه الفيس اب فيس داون. وخدع كلها مثلا امسك الكوتشينه اعمل كذا كذا كذا، انا مش هلمس الكوتشينه، وفي الاخر يعني الماجيك بيحصل في ايد الشخص، انت مش بتمسك الكوتشينه، مش بتفنط. فاهم قصدي؟ دي برضو بحب النوعيه دي جامد. بحب برضو اللي هو مثلا ايه، افكر في اسم حد واكون متوقعه، افكر في اغنيه اكون متوقعها، وهكذا يعني. شغل المنتاليزم كله بصفه عامه انا بحبه. ايه بتخلي الواحد يعني يشك بحاله الا شوي. مظبوط. والخدعه اللي بتتم انه الورق بيكون بايده وهو ببلد وانت ببلد لسه، هي يعني بالظبط، هي لسه ثانيه. انا في خدعه حتى كنت عاملها اسمها اكوادو. الشخص اللي قصادي هو اللي بيختار هو يعني اللي بيعمل الخدعه من مكانه. انا ببقى قاعد بقول له مثلا فنط الكوتشينه، اختار كارت، اعمل فيه كذا وديه كذا، وفي الاخر بيطلع توقع بطريقه ما. الكارت بتاعي مثلا مكتوب فيه 7، فهو يعد 7 كروت يلاقي الكارت بتاعه في البوزيشن السابع مثلا. دي بتبقى برضو قويه، اللي هو انت ازاي ده انت في بيتك وانا في بيتي، ازاي ده حصل يعني. حلو. هلا انت يعني مثل هلا انت فهمت منك من كلامك انه انت مو بس بالكوتشينه، بشغل انه قراءة العقول والافكار والتوقع وما توقع،
بغض النظر سواء على الكوتشينه مو موجوده، خلاص بتلعب اللعبه وامورك بخير. فهمت معظم عليك. الوقت والله مش شو ببقى عندك ماشي بالكتب. شو عندك اهتمامات مثلا غير الكوتشينه والمنتاليزم مثلا، غير هدول؟ هو هم دول اكتر حاجه انا مهتم بيها صراحه. ايه. الكوتشينه والمنتاليزم بقى بصفه عامه زي ما قلت لك، حتى مثلا كوين حطها في ايد من الايدين هي ايه. هنا مثلا، فاهم ايه. الحاجات دي كلها. حلو كل ما يعني. يتعلق بالمنتاليزم انا بحبه يعني، حتى الحاجات البسيطه جامد دي اللي هو خلاص انا ماشي مش معايا اي حاجه، لا كوتشينه ولا اي حاجه، خلاص امسك جنيه تعالى نجرب حاجه ونعمل خدع بيها برضه. هلا انت فكرت شي مره مثلا انك تعمل كورس للمبتدئين غير الخدع اللي انت عم تعلمهم اياها مثلا؟ انا بالفعل بدي كورس، بدي 3 كورسات. الكورس ايه. الاول اسمه بيزكس ماجيك، ده بعلم فيه الاساسيات خالص، ايه المصادر اللي ممكن تبدا بيها، ازاي بقى تتدرب كويس وهكذا. الكورس التاني اللي هو السايكولوجي ان ماجيك، ده بقى اللي بتكلم فيه عن البرزنتيشنز، ازاي مثلا خدعه زي ان هو انا معايا كارت مثلا ونفترض ايه. بنت، خلاص تعمل كده مثلا الكارت يتغير لجاك ايه. مثلا، مش ايه. تعملها كده وخلاص، لا انا بقى بشرح لك ايه شو الطرق؟ السيناريو اللي ممكن تدخله، الله ينور عليك، تدخله بحيث الخدعه تبان اقوى. ده اللي بشرحه في السايكولوجي الماجيك، مع برضو شويه افكار ليها علاقه بقرايه الافكار وهكذا في السايكولوجي الماجيك. تالت كورس هو الكاركتر بيلدينج، اللي هو ازاي تبني شخصيتك، ازاي تختار اصلا الشخصيه المناسبه ليك. يعني في ماجيشن اسمه جي كيو، اعتقد انت عارفه. آه كوميدي هو كده، انا بحب قوي ستايله يعني في الماجيك. هو اختار الشخصيه الكوميديه لنفسه، الناس حبيته كده. في واحد تاني تلاقيه جدي قوي ولابس اسود في اسود، ممكن لابس ماسك كمان. فهو انت بقى ازاي تعرف تحدد انت هتبقى شاطر في ايه مثلا في شخصيه بدك. الشخصيه دي بالظبط وهكذا. انا ال3 كورسات دول بمنحهم يعني عندي على الويب سايت. ايه. بتبقى طبعا زي دروس خصوصيه، مش اللي هو اشتري هتاخد فيديو تسمعه وخلاص، لا انا بتابع معاك. بتعمل انت، بديك فرصه ان انت تعمل لي الخدعه، اقول لك اه والله انت محتاج تعدل كذا، لا محتاج دي تمام دي مش تمام وهكذا. بجانب بقى طبعا الخدعه اللي انا قلت لك عليها اللي هي زي اكوادو والحاجات دي. حلو ممتاز. يعني انت كورساتك اونلاين لايف تقريبا، مو اه مسجل؟ مو على مسجل على على زوم اه. على زوم، تمام. وفي يعني في رغبة في ناس، ولا شلون الوضع؟ معظم الناس مش عرب، يعني سبحان الله انا لحد دلوقتي تقريبا ما دخلش معايا غير 2 عرب، بس من معظم الناس كلهم اجانب. في ناس من الهند دخلت معايا، في ناس من امريكا، ناس من كندا، فمعظمهم اجانب. بس اغلبيتهم مصر اغلبيتهم اجانب يعني مو عرب. اغلبيتهم، ده الاغلبيه القصوى اجانب يعني، ده هو زي ما بقول لك 2 بس اللي كانوا عرب. اه، فهمت عليك. لا والله كثير برافو عليك، والله انا بشجعك يعني، بحييك على هاي الخطوة. انت متقلي صار لك زمان من 2013، وانت اه عندك موهبة، ومن حقك انك انت شو يعني تكسب لك شوي منها وتعرض موهبتك، وبنفس الوقت عم تعلم ناس شيء يسلي بالظبط. الناس اللي حواليها، يعني ما عم تعمل شيء غلط. وبالنهاية انت ما عم تكذب اكيد بشغلك، يعني عم اه تعلم بضمير. عرفت شلون؟ إنه والله مثلا يلا هي الخدعة اعمل هيك ساوي هيك خالصين. لا بالظبط. مو هيك. وخصوصا ان انا الخدعه اللي بعلمها بكون عملتها مره واثنين وثلاثه و100 مره، فبديك بقى كل حاجه، بقول لك بص انا والله عملتها في مره كده وغلطت، واحد قام جاي قايل لي كذا، فانا من ساعتها ما بقتش اعملها بالطريقه دي، لا بقيت بعملها فبديك كل اللي في قلبي، انا ما بعرفش اخبي حاجه يعني. اللي هو ايه، انت 90 دافع هيك. فلوس، يعني اي حد والله بيجي يكلمني بقول له الفلوس اللي انت هتدفعها هتاخد مقابلها معلومات. طبعا. لو انت تايه ومش عارف، حاسس ان انا هجيب الكتاب ده ماشي هاخد منه معلومات، بس برضو مش عارف هبقى ماشي ازاي، فبقول لك لا تعالى الكورس بتاعي انا بعمل لك فيه 1 2 3 4، وبضمن لك يا سيدي ان انت هتستفاد فيه بطريقة انت نفسك ما كنتش تتخيلها. فدي الفكرة يعني. فهمان عليك. لا برافو عليك والله، بحييك ما شاء الله عليك. وعم تدرس كمان، يعني هي يعني هي من جنب انه مو اه بس إنه خلص. دراسة انا في كلية صيدلة، فسنة ثالثة داخل سنة رابعة، آه. فجنب الدراسة يعني. الله يقويك يا رب، يعني خلاص بكره بتعطي العالم ادويه وبتجنن. انا بفكر اعمل صيدلية تبقى بتجننهم من هون وبتعطيهم الدواء من هون. اه واحد يجي مثلا تعبان مش عارف ايه، اعمل له خدعه واديله الدواء فيبقى فرحان وفي نفس وينسى الوقت الدواء ويرجع على البيت يمكن. صح. بتصير والله بتصير. انا كمان درست تمريض.
انا على فكره يعني عايش بالمانيا، انا مالي عايش بسوريا يعني. اه. درست تمريض وتخرجت، وكنت عم اشتغل بمستشفى وكذا. فببداياتي يعني كنت بالبدايه تعرف انت تبع انه مثلا ايه بالكرت هذا مو هذا الكرت، لا ولا لك يا جماعه مو هو، لا خلص سيبه على جنب ونسيبه وينسوه كذا بلا بلا. مرة في دكتورة عنا يعني ألمانية بتدرس وكذا، فلعبتها هي الخدعة يعني. كان في ممرضات وهيك بصراحة يعني كانوا هناك الأدرينالين وصل لعند الغيم، اللي تعرف انت يعني تعمل شيء يعني هو ده خلص. الجول، هو ايه الهدف ان ايه انا اخد الرياكشن ده، خلاص انا مش محتاج حاجه تانية. هي الزبدة، هي اه الزبدة. بالظبط. فيعني بالظبط. بتستمتع انت، بتستمتع وعن جد بتكشف. يعني انا حسيت بصراحة انا يعني من قبل لعبت طابة كرة قدم، لعبت باسكت مم. بول، يعني فوتبول وكذا وكتير امور. بس بعدين انا يعني على فكرة تقريبا انا صار لي سنتين فايت بهالمجال. ما يعني لك يعني انا ما صار لي 10 سنين و12 سنة، لا لا، صار لي سنتين. وكنت يعني بالبداية بتعلم خدع وهيك، بس بعدين قلت لا خلاص ستوب، بدي اتعلم الاساسيات وهيك. فاندليت يعني بالبدايات على شو اسمه الكتب، او يعني بصراحه انا كان اعتمادي على الكتب والفيديوهات، بس مو اي فيديوهات، بس اكثر شيء على الكتب. كانوا بصراحه كنت استمتع اكثر، حس لاقي يعني لاقي كل شيء هنيك، لاقي دايما مقوله بالضبط. يعني ابدا اللعبه الاصليه والحكي والكلام والنصائح كل شيء. بس والاساسيات استفدت منه يعني من روبرتو جيوبي. عن جد هذا الانسان دايما يعني. تلاقي المعلومات القويه في الكتب، لان الناس بتكسل اصلا تقرا، فتلاقي اصلا الناس ما عندهاش معلومات. فاهم قصدي؟ بالضبط. فهي عايزه بقى واحد يعني ايه، متمكن، مش اي حد اللي هو الكتاب ايه يا عم هقعد اقرا كتاب مش عارف 200 صفحه. آه. فلا، فعشان كده الكتب دايما انا بعتبرها جولد، هي اللي فيها كل حاجه. طبعا طبعا. انا هيك يعني من هواة اني اقرا كتب. وبصراحه انا مهم يعني شفت هوايات كتير، جربت كتير شغلات، بس بعدين لقيت شخصيتي، لقيت انا نفسي انا ك ك كعلي. لقيت علي بهذا العالم. يعني حسيت كاني كنت ضايع بالهوايات كلها، وهون انا لقيت حالي، وجدت نفسي هنا، كشفت شخصيتي هون كل بصراحه. واحد بيبقى متميز في حاجه قوي، حتى لو هو مثلا بيعرف يلعب كوره شويه، مش عارف إيه، بيعمل ايه شويه، بس لا في حاجه بالضبط. بحس ان هو هي دي اللي انا هكمل فيها. بالضبط هي اساسي. يعني اعمل لك يعني انه انا صار لي تقريبا يعني عامل لك سنتين تقريبا، وما كنت بالبدايه ما حابب لا انزل فيديوهات ولا شيء، اخذ الموضوع انه بس تسليه بس ما يعني بتعرف انت واحد بيلعب كذا، ليش انت عندك موهبه، عندك شغله حلوه فرجيها للناس ممكن تتعلم بعدين. بس في ناس بتفوت بهذا المجال بس تجاره، وفي ناس بتفوت شغف وحب وهي اساسا هوايه عنده. فمو غلط كمان انه يفوت تجاره، بس في ناس 100% تجاره يعني فايته بس لحتى التاجر، يعني حقيقي. مصاري وبس، ما عنده انه هذا الشيء ادمان. انا بالنسبه لي مثلا لا، انا انه برضه. انا بالنسبه لهم في ناس تجاره. هلا عندك مثل ما انت حكيت من شوي، كل واحد له شخصيه. في عالم بتقلد، لا مم. كون انت، لا تقلد. بدك تكون كوميدي بس كون انت كشخصيتك كوميدي مثلا بلعبتك، لا تتشبه لحدا. عرفت شلون؟ انه مثل ما انت قلت من شوي بتعلموا شلون تكون شخصيتك، الكلام، البرزنتيشن والحكي هذا. هلا انا بالنسبه لي بحب من السحرة يعني. هلا يعني هدول بحبهم كلياتهم في كتير يعني، بس الاجانب اكثر شيء. عندك مثلا ديفيد بلين، انا بالنسبه لي بشوفه قوي. اه ديفيد بلين بلين ده اسطوره. عالم تاني ديفيد بلين. عندك كمان شين لين خطير. شين لين اه هداك بس بالشده يعني مبدأ انه شده ايوه بالكوتشينه. ايوه بالظبط. وهو عندك في ناس. كمان مم. آه بحب داني دا اورتيز اذا بتعرفه. يا اه هذا الانسان يعني الراجل نهفه. ده عبقري، انا من اشد معجبينه والله، نهفه نفسي نهفه. نفسي اقابله في يوم من الايام. نهفه. يعني هو ممتاز في الكارد ماجيك، ايه ممتاز. خطير. هو طالب عند ساحر اسباني مشهور كان اسمه، ما نسيت اسمه. جوان تماريز. ايوه بالضبط، هذا هو، هلا ذكرت. هذا هو طالب عنده كان. ما اه بعرف اذا شفت خدعته على برنامج تبع تيلر، بين اون ان تيلر. آه مش فاكر والله، ممكن اكون شفتها وناسي او حاجه. ايه في له خدعه معروفه يعني، اساسيات بالنسبه انت كلاعب بتعرف بتكشف، عرفت شلون، بتعرف شو ساوى، بس اسلوبه اللعب كذا خدعهم.
واخذ الكاس وغيره، يعني اجى لاعب لعبه وما ما انخدعوا، يعني كشفوا او قالوا له ممكن تورجينا، ممكن نعمل، ممكن كذا. يعني في كتير امور. صح، عرفت كيف؟ صحيح. ايوه. هلا انا بالنسبه للخدع المفضله، الخدع اللي ما بتحتاج اعدادات، ما في تجهيز. الله هي ينور عليك. انا كمان برضو، لان انت وارد في اي مكان، انت ممكن بالضبط. تكون في فرح شخص يقول لك اعمل لي خدعه، انا بشوف لك فيديوهات اعمل لي خدعه، فانت حاسس ان انت لو قلت له والله انا مش محضر حاجه بتاع، هيحس بقى ان انت ايه، إيه. بتتهرب، مش واثق في نفسك عندك زياده عن اللزوم. شيء وعلى ارض الواقع شيء. بالظبط، اه، اللي هو انت فيديوهات بس، يعني فين بقى الواقع؟ إيه. فلا، دي برضو دي اهم حاجه طبعا، ان انت تعمل حاجه مرتجله مش في الحسبان وتبقى حاجه قويه، دي رقم واحد عندي يعني. بالضبط. ايه، اللي ما له اعداد حلوه خطيره، ولما يكون يعني كل ما كان تعاملك مع الورق اقل، كل ما كانت اقوى واكبر يعني الخدعه. والخدع يعني أنا بالنسبه لي مو بس بالشده، يعني عرفت شلون؟ انا كنت نوعا ما تايه هون هون هون، بس اكثر شيء يعني شده بالكوتشينه. يعني عم اتدرب واتعلم على فن الوهم والهروب، مثل هوديني اه، يعني. جميل انا قوي. هي انا هي الامور بحبها جدا، يعني انا شايف له افلام قديمه ما موجوده على اليوتيوب، ما بعرف يعني، لانه بتعرف انت من 100 سنه يعني هالقصص. اه، في كتير في خدع، بعض خدع انت ممكن تكون تعرف اسماء، بس في خدع عن جد يعني، انه انت تهرب وتفك حالك وما معك شيء، وما معك يعني طرق يعني ما بتخيلها عقل البشري صراحه. يعني اه، شيء مبهر جدا. انا هي الامور كتير بحبها. بحب الخدع بالعملات المعدنيه، بس الشغلات البسيطه ما عندي تركيز عليها كتير. وانا برضو يعني حاجات آه، بسيطه. ايه، الخدعة البصرية مثلا، انك تورجي شيء وهو هذا الشيء مو هو، وهو شيء تاني، وهي الامور بحبها كمان. ويكون الكرت بايده وانت ما لمسته هيك يعني. او انك تحرك شيء تقول له ركز على شغلة وتتحرك هاي الامور. هون بشك حق يعني، بشك خلاص انه انت عم تتعامل مع الشباب يعني. صح. بالضبط. فهلا شوف، شو رأيك بالنسبة للناس اللي هلا ليك، في ناس تستاهل تعمل لها خدعة وتعرض موهبتك يعني إلهم، صح، صح. وفي ناس ما بيستاهلوا قد ما كانت اللعبة صعب تنكشف إلهم. فأنت شو في رأيك بهذا ناس الكيف أو هالكلام؟ في ناس نفسيا، إيه. لما تيجي تشوف ناس معينه تحس ان انت مش عايز تعمل لهم خدعه، رغم صحيح. ان انت واثق مليون في المية ان انت هتعمل خدعة هتبقى قوية بس انت حاسس من جواك لا، انا مش حابب الشخص ده. في ناس بياخدوا الموضوع اللي هو ايه، تحدي. إيه. يلا بقى وريني، مش انت بتعرف تقرا افكار؟ انا عيدها اسم امي. عيدها. والله إيه. ناس يجي يقول لي انا اسم امي ايه، طب ما يعني اديني فرصة. دايما انا اقول للشخص اللي قدامي ايه، ما تطلبش من الساحر تقول له اعمل لي كذا، لا، سيبه هو اللي يقول لك تعالى انا عايز اعمل لك واحد اتنين تلاتة اربعة، هتشوف افضل ما عنده. انما ما تقولوش اعمل لي، اخفي لي، ودي لي. فاهم المقصد. وبرضه موضوع عيد الخدعة، انا دايما الرد بتاعي اقول له عجبتك الخدعة دي، عجبتك، هعمل لك بقى الاجمد منها. فهو بقى بيبقى متشوق ان هو يشوف ايه الجاي، وينسى بقى ان انت عملت له الخدعة دي. فاهم اللي انا اقصده يعني؟ أكيد بدك تعمل شيء غير متوقع، لانه خلص هو عرف شو الترتيبات. فانت اه، ممكن انت تعمل نفس هلا بالبدايه واحد بس كبدايه مبتدئ اعمل الخدعه، ممكن كبدايه يتوتر يخربط كذا لانه لساته ما له متمكن. بس بعدين استاذ لك عدل الخدعه، بتعد الخدعه بتغير فيها اشياء بتخليه جن اكثر ما هو مجنون، وهي نفسها بس في ترتيبات تانية. دمج زي واحد مع الثاني. زي الروتين بتاع الامبيشس كارد روتين، اللي هو كارت مثلا بنت، حطه في النص مثلا اه. وتعمل كده يطلع فوق، فيقول لك طب اعملها تاني. فتاني مره وهو بيزق الكارت اه. تقوم انت حاطه مثلا في بقك، هو يبقى مستني وباصص ان انت مثلا هتطلعه من هنا من ايوه فوق. بالضبط. ايوه. هو دي اللي انا بتكلم عليها. او مثلا كوين، يعني في دايما خدعه انا بعملها، اه. لو في كوين هنا 10 سنت، يلا مش مشكله. اه. دايما الخدعه بعملها اللي هي كوين، احطها مثلا هنا واقول له اقفل ايدك وارفع ايدك لفوق، وانا برفع ايده بسيب الكوين على ايه، على ايده فوق. اه. اقول له فكر في اي لون احمر، بص هعمل كده، ينفع الكوين يبقى لونه احمر؟ يقول لي لا. اقول له بص اختفى، مو هتلاقيه بس فوق هو ايدك. ايوه، هو مو بس صار احمر، هو ما تلاقيته بالنور. بالظبط، هو بقى فوق ايده، فيقول لك طب اعملها لي تاني. اه. فانا كساحر ببقى عارف ان هو في تاني مره وانت بترفع له ايده هيبص، بعمل ايه بقى، بقول له الكوين اهو، حطه، ارفع ايدك وقرب بس عليا شويه، وبزقه، وانا بزقه ناحيتي بسيب الكوين على كتفه. بالضبط.
هو ركز بيبقى كل مستني تركيزه على ايده. ايه بالظبط، صحيح. فبينبهر اكتر من المره اللي فاتت، وفي نفس الوقت انت هربت من ان الموضوع يتكشف يعني. على فكره المايس دايركشن مو اي حدا بيقدر يتقنه، مو اي حدا بالفعل. بالظبط والله، لا، ده في ناس مجال تجي كبير. بده يفكر وكذا وشو الخطوات وهيك. بالضبط. يعني هي مو انه مجرد ايه انا احكي كلام ما مو مكانه ومو وقته مم. انا ابدا. دايما اقول ان المس دايركشن ده هو تايمنج، توقيت. عرفت بالضبط. تظبط التوقيت هتطلع افضل ما يمكن. الناس كلها بترياكت ان الكارت مثلا اتحول مش عارف ايه، ممكن تسويتش انت الكوتشينو. دي انا شايفها يعني حاجه توب توب توب. والله فرصه سعيده اني تعرفت عليك، ما بدي اتاخر عليك.